بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: الدكتورة علياء المغني، المؤرخة الإماراتية، ودراستها عن موفق الدين عبد اللطيف البغدادي. هذه باحثة ممتازة، وأشرفت عليها في الماجستير عن إسهامات موفق الدين عبد اللطيف البغدادي في تاريخ العلوم عند المسلمين، وقد نشرت هذه الرسالة وسعدت بأن أهدتني عملها العلمي القيم. عبد اللطيف البغدادي موسوعي عراقي عظيم، وقد قمت من قبل بإعداد عدة بحوث عنه. الفصل الأول: موفق الدين عبد اللطيف البغدادي، اسمه ونسبه وحياته العلمية. الفصل الثاني: إسهام موفق عبد اللطيف البغدادي في مجال العلوم الطبية. الفصل الثالث: إسهام موفق الدين عبد اللطيف البغدادي في الجغرافيا والتاريخ. الفصل الرابع: موفق الدين عبد اللطيف البغدادي، رؤية نقدية. عمل علمي قيم لعالم عراقي موسوعي في مجال التاريخ والجغرافيا والطب بشكل رائع للغاية. درس المستشرقون هذا العالم وأشاد به كل من درس في مجال تاريخ الطب العربي الإسلامي. وعلى مدة إعداد الرسالة لمست في هذه الباحثة الجدية والإخلاص في العمل، وبالفعل قدمت للمكتبة العربية عملا رائعا عن أحد العباقرة الذين أنجبتهم بلاد الرافدين ذات الحضارة الضاربة بجذورها في التاريخ. تحية تقدير للزميلة الفاضلة دكتورة علياء المغني. شكرا جزيلا.